ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض مكرونه سهله وبسيطه وتحفه جدا. هنعمل مكرونه النهارده اللازانيا بطريقه سهله جدا. وهنا بقى بدات ان انا انزلها في ميه مغليه ومعلقه ملح كده، ما بتاخدش ثواني وبنطلعها على طول. هنا بقى معانا اللحمه، هنبدا ان احنا ننزل اللحمه كده بمعلقه سمنه ونديها كده صدمه بالشكل ده لغايه كده ما تغير لونها. وبعد كده انزلي لي بقى ببصلتين كبار مبشورين في الكبة ونشوحهم بقى مع اللحمة. وبالنسبة للحمة دي ده ربع كيلو من اللحمة. وبعد كده هضيف عليه برضو فلفل رومي. وهنا بقى عشان اللحمة تبقى طرية كده وجوسي وما تشدش كده، هقولك هتعملي ايه حاجة كده تحفة جدا هتخليها طرية جدا معاكي اللحمة. هنضيف معلقة من الصلصة، هنضيف معلقة من البابريكا المدخنة، فلفل اسمر وملح ومكعب مرق، وعود من القرفة او قرفة مطحونة، وهنضيف كمان روزماري. وهنا بقى وده السر، كوباية المية كده بقى على اللحمة بعد ما حطينا طبعا معلقة الصلصة. هنسيبها بقى على نار هادية لغاية ما تستوي كده وتبقى طرية جدا وطعمها تبقى خطير. هنا بقى لو ضربة كمان على اللحمة، ضربة شوية قوطة كده في الخلاط وحطهم على اللحمة، يبقى مش هتحتاجي كوباية المية. لكن لو حاطة معلقة صلصة من العلب لازم تضيفي كوباية كده من المية عشان تستوي كده اللحمة وتبقى جوسي كده وطرية. هنا بقى معانا هنعمل البشاميل. حطيت 6 معالق من السمنة على 6 معالق من الدقيق، هنشوحهم كده لغاية ما تشم ريحة الدقيق كده بالشكل ده. وبعد كده هننزل بقى باللبن، لبن بقى علب او اكياس او لبن سايب زي ما تحبي. بس اهم حاجة هنا بعد ما تضيفي اللبن وكوباية الشوربة لازم تطفي على النار، ويبقى كده تضربيه بالهاند بلندر او في الخلاط او ممكن بمضرب السلك زي ما تحبي، بس في الخلاط زي ما انتم شايفين كده تحفة جدا. وهنا بقى اللحمة زي ما انتم شايفين كده جوسي كده وطرية وريحتها تقلب الشقة، بجد تحفة جدا طعمها خطير. وهنا بقى حطيت شوية من البشاميل، وبعد كده هبدأ ان انا ارص طبقات كده بقى المكرونة. وبعد كده في النص هبدأ ان انا اضيف اللحمة. ممكن ان انت تعمليها كذا طبقة، يعني 3 مرات كده طبقات ما بينهم لحمة زي ما تحبي، بس انا حطيتهم بقى في النص كده مرة واحدة. وبعد كده هضيف عليها طبقة تاني من المكرونة. حابة تضيفي كده تمام، مش حابة ممكن ان انت تعمليها 3 طبقات ورا بعض او 4. هي بتتعمل كذا طبقة، فانا عملتها 2 بس. زي ما تحبي تقدري ان انت تعمليها. بس بجد طلعت تحفة وطعمها خطير جدا جدا، احسن بقى من المكرونة اللي هي الاقلام او الصوابع دي، مختلفة وطعمها خطير بجد. هتعمليها وهتاكليها وهتقولي في حياتنا ما اكلنا مكرونة زي دي، بجد خطيرة جدا طعمها تهبل وريحتها تحفة جدا جدا. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغاية هنا وعجبكم الفكرة يا ريت تشجعونا باجمل لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل اشعاراتنا وكل حاجة بننزلها توصل لكم على طول. جربوها بجد خطيرة، طعمها تحفة وجوسي وطرية.